يستر بيعود للقاهرة بعد قضاء أجازة مع العائلة في شرم الشيخ، ويجتمع غدا مع سيد عبد الحفيظ وياسين منصور لمناقشة كل السلبيات التي حدثت الفترة الماضية وأسباب خروج الفريق من دور الأبطال بشكل مهين، ووضع النقاط على الحروف فيما يخص إمكانية ضم فرد جديد للجهاز المعاون له لمساعدته في تحليل فرق الدوري بشكل أفضل أو تقديم النصائح الفنية له، وذلك بسبب عدم اقتناع مسؤول النادي بدور محلل الأداء الأجنبي ودور عادل مصطفى ورغبتهم الشديدة في إجراء تعديلات على الجهاز الفني. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي يؤكد لبعض الإعلاميين المقربين منه أن الصحفيين الأهلاوية الذين يهاجموه على يوتيوب عبر قنواتهم بأنهم لجان موجهة وتحصل على أموال لتوجيه الجماهير ضده وضد العديد من رموز النادي. سيراميكا كليوباترا يواصل تحضيراته لمباراة الأهلي رغم سوء الأحوال الجوية، وعلي ماهر يخصص تدريبات للاعبيه على استغلال سلاح التسديد وسلاح الكرات الثابتة والكرات العرضية لاستغلال نقاط ضعف الأهلي في اللقاء المرتقب، رغم تأكيد البعض أنه لا يوجد أي فرق بينه وبين ياسين مرعي والمجموعة الموجودة في الفريق حاليا. تقارير صحفية تؤكد أن الأهلي قد يجري محاولات جديدة لضم إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي السابق والمحترف حاليا في الدوري الروسي في الموسم الجديد، والذي يحاول بيراميدز ضمه أيضا، وقد يحاول إعادة الأهلي رام ربيعة أيضا إن لم ينجح في التعاقد مع مدافع جيد في الموسم الجديد، وذلك في ظل حفاظ اللاعب على مستواه وظهوره بشكل جيد مع العين الإماراتي والمنتخب الوطني. نادي بيراميدز يراقب في صمت مستقبل أحمد رمضان بيكم ويدرس جديا ضم اللاعب بعد نهاية إعارته للأهلي من سيراميكا كليوباترا. الأهلي ينفي استقرار النادي على إعادة مروان عثمان لسيراميكا كليوباترا مجددا، ويؤكد أنه لم يتم مناقشة مستقبل اللاعب مع الفريق وكل شيء مؤجل لنهاية الموسم. سيد عبد الحفيظ يتفق مع ياسين منصور على تقديم النادي عرض أخير ونهائي لحسين الشحات وآخر لأليو ديانج وآخر لكوكا خلال الفترة القادمة لتجديد عقودهم، وذلك قبل إغلاق الملف تماما وإعلان رحيلهم بنهاية الموسم حال عدم التوصل لاتفاق. كاموش مهاجم الأهلي الأنجولي يعرض على الأهلي الوصول لتسوية والرحيل من الآن وعدم الانتظار لمنتصف مايو، وذلك بعدما علم أنه لا يوجد أي نية في تفعيل بند شرائه نهائيا. الفتح السعودي يغلق الباب أمام أي شائعات تربط جوزيه جوميز بالأهلي أو بيراميدز، ويقرر تجديد عقد المدرب موسم إضافي. الصحفي أحمد عبد الباسط يؤكد أن حسام حسن والجهاز الفني للمنتخب يميلون بشكل كبير للاعتماد على محمد الشناوي أساسيا في مباراة السعودية الودية، لكن مصطفى شوبير يؤدي التدريبات بكل قوة الأيام الأخيرة لرغبته في المشاركة أساسيا أيضا، وهناك تفكير في الاعتماد على الشناوي في مباراة ومصطفى في مباراة. الأهلي يقترب من التوصل لاتفاق مع شركة سكاوتنج أجنبية لإدارة هذا الملف الفترة القادمة لترشيح لاعبين مميزين للفريق بعد توجيه الشكر لأسامة هلال. والد زيزو يهاجم مسؤول اتحاد الكرة في تصريحات صحفية بسبب محاولته مساندة الزمالك وعدم إعلان الحكم الذي صدر لنجله ضد النادي الأبيض بشأن مستحقاته المتأخرة، ويؤكد أن الاتحاد يضع الحكم في الدرج ولا يريد إعلانه حتى لا يتخذون إجراءات تصعيدية واللجوء للفيفا، ويؤكد أيضا أن نجله مستمر مع الأهلي ولا يوجد أي تفكير في الرحيل عن النادي مثلما يردد البعض، وليس معنى تراجع مستواه قليلا أنه سيرحل عن الفريق. شركة اتصالات تقترب من خسارة حقوق رعاية قميص الأهلي في الموسم الجديد في ظل تقديم شركات أخرى عروض أفضل للأهلي في الفترة الحالية. منافسة شرسة بين زيزو وهيثم حسن على تعويض محمد صلاح في تشكيل المنتخب الوطني الأساسي في المعسكر الحالي، ومهارات هيثم حسن الفردية تخطف أنظار الجميع في معسكر المنتخب. مصطفى بوزهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة يؤكد أن هناك حالة تفاهم كبيرة بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب وهنا بوريدة رئيس الاتحاد، ولا يوجد أي خلافات جديدة بينهم مثلما يروج البعض. محمد الشيبي يدرس جديا فكرة الرحيل عن بيراميدز بنهاية الموسم الحالي في ظل تلقي عروض جيدة جدا من السعودية. أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام يسحب ملف تعيين الحكام من وجيه أحمد بسبب ما يحدث من تعيينات مثيرة في الجولات الماضية من الدوري. الأهلي يقرر استخدام سياسة جديدة مع لاعبي الفترة القادمة وتجميد أي لاعب يقصر في التدريبات أو يقصر في أداء أدواره الفنية في الملعب أو يعترض على استبداله أو عدم مشاركته في أي مباراة، بالإضافة إلى عرضه للبيع نهاية الموسم. ياسين منصور نائب رئيس الأهلي يسلم أبنائه ومساعديه في الشركات الخاصة جدول أعماله بالكامل للتفرغ تماما لترتيب الأمور في الأهلي بعد إسناد مهمة الإشراف على الكرة له هو وسيد عبد الحفيظ. أحمد شوبير يتوقع أن يلعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لاتحاد جدة الموسم القادم بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي، ويؤكد أن نادي الزمالك يثق تماما في قدرتهم على حل مشاكل القيد رغم وصول الأحكام ضد النادي ل 14 إيقاف قيد حتى الآن،
وهو تحدث مع مسؤول النادي ووجد أن هناك حالة من عدم القلق بشأن هذه القضايا رغم الرقم المالي الكبير جدا المطلوب. حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يطالب لاعبي المنتخب الوطني بضرورة التعامل مع مباراة السعودية على أنها مباراة بطولة وليس مباراة ودية لتحقيق الانتصار وإسعاد الجالية المصرية الكبيرة في المملكة العربية السعودية. عصام الحضري يؤكد أنه ضد ضم المنتخب الوطني حارسين من فريق واحد ويفضل دائما حارس من الأهلي وآخر من الزمالك وحارسين من أندية مختلفة، ويؤكد أنه لا يوجد حارس حتى الآن ضامن المشاركة أساسيا في كأس العالم مع المنتخب حتى الآن، والمستويات قريبة جدا ولا يوجد أحد فارق بشكل كبير عن بقية الحراس سواء شوبير أو الشناوي أو غيرهم. وفيما يخص ثنائي الأهلي فهو لا يعلم لماذا دائما يكون التحامل على حراس المرمى مع كل إخفاق، ولماذا يحاول البعض تصدير صورة أن الحراس هم المسؤولين وليس بقية اللاعبين المقصرين. ويؤكد أن الشناوي الفترة الأخيرة نعم مستواه ليس أفضل شيء لكنه ليس سبب مشاكل الأهلي واستقباله أهداف كثيرة، ومصطفى شوبير أيضا ليس سبب الخسارة أمام الترجي بثلاثية في القاهرة، والمداورة بين الثنائي ضرت الثنائي ويمكن الشناوي بشكل أكبر، ومن استفاد هو شوبير الذي أصبح يشارك في مباريات بشكل أكبر الفترة الأخيرة، والشناوي أصبح الجميع ينتظر له أي خطأ لمهاجمته وهناك تحامل عليه. إيهاب المصري مهاجم المصري والمقاولون العرب السابق يؤكد أن سياسة التدوير بين مصطفى شوبير والشناوي في مصلحة المنتخب الوطني، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب هو من بدأها وليس يستر بالمدير الفني للأهلي، وذلك نابع عن ثقته في الثنائي، وبالتالي لا مانع على الإطلاق من الاعتماد على الشناوي في مباراة والاعتماد على شوبير في المباراة الأخرى. وهو يختلف مع من يقول أن سياسة التدوير تؤثر على أداء الحراس، بل هي تحافظ على الثنائي حتى لا يفقد أحدهم حساسية المباريات بالغياب عن المشاركة طويلا. والشناوي حارس كبير جدا وصاحب خبرات كبيرة ووجوده مهم جدا في المنتخب، لكنه عانى من بعض الضغوط الكبيرة الفترة الأخيرة التي أثرت عليه فنيا. ومصطفى شوبير أيضا حارس يقدم مستوى جيد جدا الفترة الأخيرة ولديه ثبات واضح في المستوى، وأثبت أحقيته في المنافسة على حراسة مرمى الأهلي والمنتخب أساسيا، وهو شخصيا في وجود الثنائي مطمئن على حراسة مرمى المنتخب. وبعد كأس العالم يمكن النزول بمعدل أعمار المنتخب والاعتماد بشكل كامل على شوبير، وإبعاد الشناوي في الوقت الحالي ليس في مصلحة أحد، ونفس الأمر بالنسبة لبقية اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات سواء تريزيجيه أو صلاح أو حمدي فتحي أو رامي ربيعة. وبعد كأس العالم لابد أن يكون لمحمود صابر وإبراهيم عادل وحسام عبد المجيد وهذه المجموعة دور أكبر في المنتخب، ومحمد شحاتة ومحمد إسماعيل ثنائي نادي الزمالك لابد أن يكون لهم دور بشرط الاستمرارية في الأداء المميز مع نادي الزمالك. وفيما يخص إخفاق الأهلي الإفريقي فهو طبيعي جدا في ظل انعدام الروح والأداء في الفترة الأخيرة مع يسترب وغياب العدالة، ويؤكد أن هناك أخطاء إدارية وفنية بالفعل ترتب عليها خروج الفريق، لكن في نفس الوقت هو ضد النغمة الذي يرددها البعض أن التعاقد مع زيزو هو سبب المشكلة، لأنه لا يوجد عاقل يكون أمامه فرصة للتعاقد مع لاعب بإمكانيات زيزو مجانا ويرفض، وهي صفقة جيدة جدا وليست كيدية مثلما يردد البعض. والكابتن الخطيب إذا لم يتعاقد مع زيزو لكان تعرض لهجوم كبير جدا مثلما حدث في صفقة عودة الفخوري وحامد حمدان، والمشكلة فقط هي عدم تعاقد الأهلي مع الشخصية التي تسيطر على النجوم الكثيرة في غرف الملابس. ولو هناك مدرب قوي الشخصية مع هذه المجموعة مثل جوزيه سيحقق نتائج مختلفة تماما. ومشكلة ترب انه بيعمل حساب لبعض اللاعبين في الفريق، ولو كان يتعامل مع زيزو وإمام عاشور وبن شرقي بأسلوب مختلف لكان حقق نتائج أفضل كثيرا. فطالما اللاعب لا يقدم الأدوار المطلوبة منه بشكل جيد فيجب أن يشارك عناصر أخرى على حسابه، لكنه بيعمل حساب كبير لهذا الثلاثي ويشاركهم على حساب الشحات وبن رمضان أيا كان مستواهم. ولو في 5 أو 6 لعيبة في الأهلي حاليا بتلعب بغير التريزيجيه وحميته على قميص الأهلي الأداء والنتائج ستختلف تماما. ويؤكد أيضا أن الترجي في أسوأ نسخة له في دوري الأبطال حقق الانتصار على الأهلي ذهابا وإيابا نتيجة الانهزامية في أداء بعض اللاعبين واللعب بتعالي، وهو لا يحمل المدرب المسؤولية بالكامل، فالمسؤولية الأكبر على اللاعبين. وحتى لو هناك فوارق في الرواتب فأين الغيرة على أسمائهم حتى؟ والأهلي لا يحتاج إلى تغيير المدرب فقط، بل يحتاج إلى رحيل نجم أو 2 من الفريق لإعادة الانضباط داخل الفريق مجددا. وما افتقده الأهلي مع هؤلاء اللاعبين هو أكثر ما كان يميزه في السنوات الماضية، وهو بحث الجميع عن المصلحة العامة ومصلحة الفريق أولا، وهو الموجود في الزمالك حاليا والذي يتسبب في التوفيق الكبير في المباريات رغم سوء الأداء في بعض الوقت.